حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Hadirin para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang. Hari ini hari Senin tanggal 19 Safar tahun 1445 Hijriah atau bersama dengan tanggal 4 September 2023 Masehi. Marilah bersama-sama kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas telah kita dengarkan kumandang azan dengan muazin Al-Ustadz Ahmad Fitrayadi SPDI. Dan imam sholat maghrib kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ki Agus Adlan Maghfur MH Al-Hafiz. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menghadiri majelis ilmu rutin ba'da solat maghrib untuk menambah wawasan keagamaan kita yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Guslu'ai Ad-Dimsyiki yang akan mengkaji kitab Tafsir Ayatul Ahkam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, kami himbau kepada para jamaah sekalian untuk sementara waktu menonaktifkan atau mensilenkan handphonenya atau alat komunikasi lainnya. Dan barang-barang bawaan para jamaah diletakkan di dekat tempat solatnya. Dan juga tak lupa pula kami ingatkan kepada para jamaah untuk tetap mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah solat bersama imam hingga selesai. Demikian untuk dimaklumi, kami atas nama pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan solat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal dan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة قم الصلاة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض إن
فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبد سبحان الله 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 بحمده دائما قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ
حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بنبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا وعلمائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن الكريم ولا تجعلنا وإياكم من أهل الجهل والشر والضير اللهم اجعلنا وإياكم من عبادك الصالحين اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة آمين يا الله من يا مجيب السائلين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة أن ترزقنا صحة وسلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ادفع عنا البلاء يا رحيم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa salihin al-ulama al-amilin wa syayikhina fid din wa likulli waliyin waliyah من مشارق الأرض إلى مغاربها والمصنفين المخلصين خصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ الأشربوني وجميع مشايخنا وسادتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Yang senantiasa kita muliakan, kita harapkan barokahnya para alim, para ulama, para asatidz, bapak-bapak, hadirin, para jamaah rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu, majelis ta'lim. Mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua kelak benar-benar mendapatkan jaminan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ini bulan Shafar dan tidak lama lagi kita akan masuk bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya junjungan kita, ya, orang yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita persiapkan, ya, untuk menyambut bulan Maulid, bulan Rabiul Awal itu dengan bersama-sama senang untuk membaca sholawat, dengan bersama-sama senang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang kita harapkan pertolongan nanti ketika kita menghadap Allah kecuali yang jelas sudah diberi hak jaminan untuk memberi syafaat, yaitu Nabi Muhammad. Oleh karena itu inilah salah satu istilahnya wong kita ngomongin apa, oncaknya, ya, senjatanya. Ketika amal kita tidak bisa menjamin, ketika kebaikan kita tidak bisa menjamin, pahala kita tidak bisa menjamin, maka tiada lain yang kita harapkan sekali adalah
kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan taklim kita, pengajian kita. Yang kemarin kami sudah menyampaikan tentang ayat surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 189, yaitu yang berisi tentang larangan untuk menyimpan ilmu. Ya. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan sebuah kebaikan, menyimpan sebuah ajaran yang telah kami turunkan, kata Allah, yaitu berupa ajaran Al-Quran, berupa petunjuk-petunjuk kebenaran. Setelah semuanya kami jelaskan di dalam kitab-kitab, mulai dari kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, sampai kepada Al-Quranul Karim, orang-orang yang menyimpan kebenaran itu, maka mereka akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama menafsirkan menyimpan kebenaran ini ya terkait juga dengan ilmu. Terkait juga dengan ilmu. Ketika ada seorang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu, ya, pemahaman tentang agama, ya, pemahaman tentang Al-Quran, pemahaman tentang Al-Hadis, maka wajib hukumnya dia mengamalkan ilmunya. Salah satunya adalah menyampaikan ilmu itu, ya. Sehingga di dalam kitab ini sedikit dibahas, yaitu tentang mengambil upah bagi orang yang mengajarkan ilmu. Ini sedikit agak sensitif, ya, sensitif, mungkin agak berkaitan dengan guru-guru atau asatid, ustadz-ustadz. Mungkin ini sebagai peringatan untuk para guru, ketika yang disampaikan itu adalah berupa ilmu Allah. Menyampaikan ilmu Allah kan hukumnya wajib. Maka menurut ulama di dalam kitab ini, hal yajuzu akhdhul ajri ala ta'limil Qur'an wa ulumiddin. Apakah boleh hukumnya mengambil upah ketika mengajarkan Al-Quran dan ngajar ke ilmu-ilmu agama? Ini. Karena tadi kan kewajiban orang yang berilmu harus menyampaikan. Gimana kalau dia mau menyampaikan tapi dengan adanya imbalan? Ya. Maka di sini sebagian ulama berpendapat, istadallal ulama, memang ini ada perbedaan pendapat. Bisa dikatakan mungkin ada yang memiliki prinsip berbeda-beda. Istadallal ulama min qawlihi ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Para ulama menggunakan dalil ayat tadi yang mengatakan dilarang menyimpan ilmu tadi. Kalau menyimpan ilmu akan mendapat laknat. Maka ulama mengatakan
ala annahu la yajuzu akhdhul ajri ala ta'limil Qur'an atau ta'limil ulumid diniyah. Ya. Jadi tidak boleh mengambil upah ketika mengajarkan ilmu berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an atau ilmu-ilmu agama. Mengapa? Dengan dalil tadi, karena itu sebuah kewajiban. Yang namanya kewajiban ketika dijalankan, maka tidak ada konsekuensi dia menerima upah. Ibarat ketika dia sholat. Sholat itu kan kewajiban. Ketika orang sholat terus mau mengharapkan bayaran, ya sholatnya bisa dikatakan tidak sah. Karena apa? Karena itu sebuah kewajiban, perintah dari Allah yang nanti balasannya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hukum ini atau dalil ini adalah dalil yang dipedomani, dipegang oleh para guru-guru. Ya. Ketika kita mengajar berkaitan dengan Al-Quran, maka orientasinya bukan orientasi materi. Ketika kita mengajar ilmu-ilmu agama, maka tujuan kita bukan materi, tetapi tujuannya adalah menyampaikan ilmu-ilmunya Allah, menyampaikan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi ya, berbeda persepsi kalau kita belajar. Kalau kita yang belajar. Jadi yang dalil yang mengatakan tidak boleh mengambil upah ini untuk pedoman wong yang ngajar. Wong yang ngajar. Sehingga ketika dia ngajar harus punya rasa ikhlas lillahi ta'ala. Ketika dia ngajar benar-benar dia nyampaikan ilmunya, tidak ngarepkan duitnya. Tetapi dalil ini bukan untuk orang yang belajar, bukan untuk orang yang mengharapkan sebuah ilmu. Karena apa? Karena dikatakan juga di dalam hadis Nabi itu, inna ahaqqa ma aghadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya atau kalian kasih upahnya adalah orang yang mengajarkan kitabullah, Al-Quran. Nah, berarti seolah-olah bertentangan dalil ini. Tadi ada dalil yang mengatakan tidak boleh nyimpan ilmu, sehingga ketika menyampaikan ilmu tidak boleh mengharapkan imbalan. Tetapi ada hadis Nabi yang mengatakan sesungguhnya yang paling berhak untuk kita kasih upah adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Seolah-olah ini bertentangan, padahal tidak. Karena apa? Karena dalam posisi masing-masing. Ketika kita memegang pedoman yang tadi dilarang ambil upah, ini untuk yang ngajar. Supaya apa? Supaya motivasinya, dorongannya adalah memang menjalankan perintah Allah, meraih ridho Allah, bukan semata-mata karena materi, imbalan. Tetapi untuk yang belajar atau untuk wong tua mungkin yang anaknya jadi belajar ngaji, ya, apalagi yang datang ke gurunya untuk ngajar ngaji Quran, maka yang dipakai adalah dalil tadi. Yang berhak untuk diberi upah itu adalah orang yang ngajarin Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran adalah segala-galanya dalam hidup ini. Bahkan dengan Al-Quran
jaminan dunia saja yang kita dapat, tetapi jaminan akhirat juga. Nah, karena dengan orang bisa baca Al-Quran, ya, sholatnya juga bisa jadi benar, ya, dia bisa paham ilmu agama dan lain-lainnya, ya, menjadikan dia anak yang soleh. Nah, yang seperti itu adalah kurasa yang paling penting untuk kita dapatkan, sehingga untuk bisa dapat itu maka ya kurasa materi tidak seberapa kalau diukur dengan ilmunya. Sebagaimana Sayyidina Ali berkata, ketika saya mendapatkan satu huruf ilmu dari guruku, maka kata Sayyidina Ali, saya berhak, saya wajib kalau memang disuruh dia untuk menjadi budaknya, ya, bagi seorang guru yang mengajarkan satu huruf, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, sehingga dalam menggunakan pegangan hujjah dalil itu harus sesuai dengan porsinya, harus sesuai dengan posisinya masing-masing. Mana dalil yang dipakai oleh guru, mana dalil yang dipakai oleh murid. Begitu juga orang tua dengan anak, mana dalil yang dipakai wong tua, mana dalil yang dipakai seorang anak. Sehingga tidak akan terjadi persepsi yang salah pemahaman. Misalnya dalilnya bapak, maka seorang ayah harus tanggung jawab kepada anaknya. Seorang ayah harus kasih sayang. Seorang ayah harus mendidik. Ini dalilnya ayah. Tetapi jangan dipakai anak. Kalau dipakai anak, nanti menjadikan anak itu akan semena-mena kepada orang tua. Akan berbuat apapun kepada orang tua. Wong tua kan sayang sama aku. Ketika aku nak ngapobe terserah. Yang penting wong tua harus sayang sama aku. Ini bukan dalilnya anak, bukan pedomannya anak. Pedomannya anak adalah seorang anak harus taat kepada orang tua. Seorang anak harus menghormati orang tua. Seorang anak harus bisa membalas budi orang tua. Inilah dalil atau pedomannya anak. Jangan pedoman anak ini dipakai wong tua. Kalau pedoman anak ini dipakai wong tua, maka akan menjadikan orang tua itu semena-mena juga. Kau kusuruh apa be harus nurut. Karena kau wajib nurut dengan aku. Ya. Itu. Nah, itu. Misalnya kau disuruh begawi, kau harus nurut. Karena apa? Karena kewajiban anak harus nurut sama wong tua. Nah, ini tidak cocok ketika pedoman itu dipakai orang tua. Itulah yang diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Beliau mengatakan yang salah satu yang dikatakan orang yang baik adalah orang yang bisa menempatkan sesuatu pada posisinya masing-masing. Ya. Jadi kembali kepada hukum mengambil sebuah upah ketika mengajarkan sebuah ilmu Al-Quran atau ilmu agama. Maka di sini memang ulama mengatakan la yajuzu akhdul ajri ala ta'limil Quran. Tidak boleh mengambil upah ketika mengajarkan Al-Quran. Ini pedoman yang dipakai oleh orang-orang yang memang memiliki ilmu. Mereka harus wajib untuk menyampaikannya. Jangan karena ada imbalan itu yang menjadi tujuan, tetapi yang menjadi tujuan adalah karena memang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan ilmu. Nah, selanjutnya annal mutaakhirin, ulama-ulama yang
sekarang ya, melihat banyaknya orang yang meremehkan ilmu, banyaknya orang yang kurang menghargai ilmu, maka ulama-ulama sekarang memposisikan benar-benar orang-orang yang berilmu itu diposisikan menjadi orang-orang yang mulia, sehingga ya menurut ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang sekarang, maka merupakan sebuah kewajiban bagi orang yang belajar kepada para ulama, para orang-orang yang alim, sebagai menghargai ilmunya. Ya, bahkan ada ulama mengatakan satu huruf saja mungkin sebanding dengan 1000 dirham. Satu huruf sebanding dengan 1000 dirham. Nah, ulama-ulama mutakhirin yang sekarang mengatakan maka sepantasnya orang yang belajar itu memberi sesuatu kepada orang yang mengajar. Tuh. Ya, tapi ini motivasi untuk orang yang belajar, ya, orang yang belajar. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab ini karena berkaitan dengan hukum tadi, bagaimana hukum menyimpan ilmu tadi. Ya. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, sedikit kami sampaikan ada beberapa ilmu yang wajib untuk kita ketahui. Ya. Ya. Perintah Allah lewat Rasulullah mencari ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun. Mencari ilmu itu wajib. Tapi apakah seluruh ilmu yang harus kita miliki wajib hukumnya? Maka tidak juga. Ya. Di dalam agama, sebagaimana di dalam hadis kisah Jibril itu, ada 3 pokok agama. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga ihsan. Ya, ini yang pokok agama. Iman yang berkaitan dengan rukun-rukun iman, Islam berkaitan dengan rukun Islam, ihsan berkaitan dengan menjaga akhlak baik zahir maupun batin. Nah, inilah sebenarnya pokok-pokok agama yang harus kita ketahui, sehingga perlu kita cari ilmunya. Ya. Pertama, berkaitan dengan iman, maka kita harus tahu tentang ilmu tauhid, ilmu keimanan, ilmu akidah. Ya, isinya kan banyak: iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab, dan seterusnya. Ada 6 rukun iman. Nah, inilah yang hukumnya wajib, ya, untuk kita ketahui, untuk kita pelajari. Karena itulah ya menjadi pondasi dasar kita di dalam beragama ini, yaitu keyakinan kita kepada Allah bagaimana, keyakinan kita kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada takdir Allah. Nah, itu semuanya kita fahami lewat ilmu tauhid atau ilmu akidah. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan Islam, rukun Islam yang ada 5 itu: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Maka ilmu ini harus juga kita ketahui. Karena apa? Karena inilah hal-hal yang wajib setiap hari sepanjang hidup kita laksanakan. Ya, khususnya sholat. Ya, syahadat selesai. Syahadat selesai. Tinggal kita makmano nak mempertahankan keimanan tadi. Kemudian yang selanjutnya wajib kita ketahui: sholat, puasa, zakat. Nah, haji kalau memang kita termasuk orang yang mampu menjalankan ibadah haji. Ini wajib. Ilmu yang Islam ini, rukun Islam ini, yaitu dibahas dalam ilmu fikih. Fikih. Makanya kita, ya paling tidak kita belajar fikih juga.
Itu. Apalagi kalau seperti di pesantren-pesantren termasuk pelajaran yang wajib ada. Ya, di madrasahnya itu wajib ada. Yang terakhir tentang ihsan, yang ketiga. Ihsan ini adalah yang mengatur akhlak kita, yang mengatur hati kita, yang mengatur ucapan kita sehingga benar-benar sesuai dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah kita bukan cuman ibadah badan tetapi juga ibadah batin juga. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah, ya, maka seolah-olah kamu melihat Allah. Tetapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka bayangkan atau tanamkan di dalam hatimu kalau Allah melihatmu. Ketika sudah ada ihsan selalu diawasi oleh Allah, inilah yang menjadikan batinnya akan selalu terjaga. Ya, terjaga dari perbuatan dosa. Nah, ilmu yang membahas tentang ihsan ini yaitu ilmu akhlak dan tasawuf. Nah, jadi tiga ini Bapak-bapak, para jamaah sekalian, kalau bisa sedikit kita miliki, kita pelajari, ya lewat apa? Ya lewat para alim, para asatid, para orang-orang yang memiliki modal pemahaman, ya pemahaman terhadap ilmu tersebut. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami agama kita berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna serta bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi kulli ma 'adaytana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang. Hari ini hari Senin tanggal 19 Safar tahun 1445 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 4 September tahun 2023 Masehi. Marilah bersama-sama kita melaksanakan solat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas telah kita dengarkan kumandang azan dengan muazin Al-Ustadz Ahmad Fitrayadi SPDI. Dan imam solat Isya kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ki Agus Adlan Maghfur MH Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, kami himbau kepada para jamaah sekalian untuk sementara waktu menonaktifkan atau mensilentkan handphonenya atau alat komunikasi lainnya. Dan barang-barang bawaan para jamaah diletakkan di dekat tempat solatnya. Tak lupa pula kami ingatkan kepada para jamaah sekalian untuk tetap mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah solat bersama imam hingga selesai. Demikian untuk dimaklumi, kami atas nama pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan solat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal dan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أقم الصلاة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تكون جبارا قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليكم
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده دائما قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علومنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة
الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.